صباح الخير يا جماعة، بنجدد لقائنا في برنامجكم الجميل. هيا بنا نهري اهري يا مهري وانا على مهري. فيديو الحج وفتاة المترو، اي مسميات ما احنا ما نعرفش اساميهم. الفكرة بقى ان انت تيجي تبص على الموضوع ككل، تسمع كلام الحاج تقول والله الراجل عنده حق، عيب ما يصحش، ده راجل كبير المفروض ما نحطش رجل على رجل قدامه. تيجي بقى تبص من الناحية التانية، فلازم تيجي الناحية التانية من الفيديو تبص على البنت تقول الله، ما هي حرة يا حاج، ما تقعد يا حاج، هي ما عملتلكش حاجه يا حاج، ما تسيبها في حالها يا حاج. ترجع بقى تبص من الناحيه التانيه تقول الله، ما هو برضه راجل كبير المفروض ما ينفعش نكلمه كده. تقوم راجع الناحيه التانيه باصص بقى من وجهه نظر فتاه المترو تقول الله، ما هي برضه بنت ما ينفعش نقوم نزعق فيها كده. طب ايه بتدوخونا ليه؟ بتدوخونا ليه على الصبح؟ لحد ما جه الحاج بقى وقام مطرشمها، قال لك الست المحترمه ما تشيلش التليفون تاتش. ليه يا حاج؟ ليه يا حاج؟ انت سوحت ناس كتير قوي كده. وقامت طالعه البنت في مداخله تليفونيه، استنى عشان لما بتكلم عن البنت لازم اجي كده. كانت طالعه في مداخله تليفونيه وقالت انا كان عندي الغضروف في رجلي ولازم اقعد حاطه رجل على رجل. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ احنا نعمل ايه؟ احنا عمالين بنهري من امبارح. طبعا الحركه الفيمينيزميه النسويه مش هتعدي الموقف ده على خير، فقالت لك قعدتها مش اهانه، رجولتك الهشه هي المشكله. ليه يا جماعه؟ والله كبرتوا الموضوع. هو اصلا حوار، ما ليه نزلنا الفيديو؟ ما كل مره بسال نفس السؤال من الاول، والله ضياع وقت على الفاضي مش محسوب. في النهايه عايز اقول والله حصل خير يا جماعه، موقف بسيط ان شاء الله وعدى وحصل خير. طبعا الصحفيين راحوا له صوروا معاه، ومن بكره هيطلع لايف على التيك توك، وبلبن هيكلموه، وقصر الكبابجي هيكلموه، عشان بس نجيب الكلام من الاخر. ايه يا ولاد؟ لو المترو هيعمل مشاكل نلغيه، وبعدين انتوا بتعملوا كده في المترو، هنعمل ايه في المونوريل؟